هنيئا لنا الفوز على المنتخب الكاميروني، هنيئا لنا الفوز على الاسود اللي روضناها ما بقاتش متوحشه، رجعناها اليفه باذن الله عز وجل. كلاو صلخه، كلاو قتله، كلاو اللي عجبهم، المهم كلاو مشاوش جيعانين، شبعوا مزيان. انا جبت لكم واحد الفيديو ديال واحد خينا، واحد اكس اللي كيمثل راسو ما كيمثل حتى شي واحد، ما كيمثلش خوتنا بالجزائر ولا كيمثل حتى شي واحد. احنا الحمد لله قلبنا صافي وقلبنا ابيض وقلبنا زين، كنبغيو كلشي، ولكن ضروري شي افراد تيخربقوها. مثلا بحال هذا المحلل اللي قال لك عاطفيا كيتمنى فوز الكاميرون على المغرب. علاش بغى هو يتلاقى في الفينال مع الكاميرون ولا نصف النهائي باش ينتقم؟ اخويا بغيت ينتقم على ظهرنا، الله يودي. ها عاطفيا ديالك، ها هي كاع ما خرجت، الحمد لله الله عز وجل نصرنا، ومازال الله عز وجل غادي يزيد ينصرنا. واللي دخل يتسلخ، اللي دخل المقلق يتقلق. كاينه صالحون صالحون صالحون، كل شيء يكون العصا. ان شاء الله اللي دخل داك الملعب يكون العصا ويمشي في حالاته، والكاس غادي يبقى لينا. نخليكم مع الفيديو ديال هذا السيد هذا. انا حابب مباراه ثأرية مع الكاميرون في نصف النهائي. هذا يفرض ان خروج المغرب من الكاميرون. طيب انا سالتك وانت يعني في وضعيه نرفزه، ليش؟ العاطفه مش في محلها بصراحه. لا هو اختيارات. اتكلم عن الجزائر، مباراه قويه جدا، لكن اتوقع حسمها بعد التمديد. هذه هي اختيار بعد التمديد. الجزائر بعد التمديد. لكن انت نفس التوقعات، تقريبا نفس التوقعات، فيها عاطفه. عندي العاطفه تتدخل في شيء واحد. إيه؟ العقل يقول انه المغرب يحسم المباراه. طيب العاطفه وين؟ العاطفه تقول انا حابب مباراه ثأرية مع الكاميرون في نصف النهائي. انت حاب يعني العاطفه حابب اواجه الكاميرون. بس هذا يفرض ان خروج المغرب من الكاميرون. انا تكلمت بعاطفه، الواقع قلنا يقول انه طيب ليش؟ طيب لا عاطفه، ليش ما اخترت الكاميرون وهي اختياراتك وقناعاتك ولا احد لا يعني تدخل فيها؟ شوف الموضوع واضح، الواقع يقول المغرب يحسمها حتى لو بركلات. لكن عاطفيا انت؟ عاطفيا انا حابب في فاتوره سابقه لاني عندي بس على حساب منتخب عربي، مش على حساب انا قلت لك العاطفه هي اللي تخليني يعني حاليا اتمنى اني اواجه الكاميرون ثأرا بالطريقه القاسيه التي اقصينا بها من تأهل كاس العالم في افضل نسخه. يعني ما شاركناش في افضل نسخه لكاس العالم في قطر. نعم. ففرصه مواتيه، ما فيش فرصه. طيب. افضل انا هو يتمنى. طيب انا سالتك وانت يعني في وضعيه نرفزه، ليش؟ لا ابدا انت بتنرفز ليش؟ انا سالتك في اخر الثواني. تفضل. قلت لك تخسر بهدف في اخر الثواني ويتبخر حلم وجيل كامل. طيب فصعب. العاطفه مش في محلها بصراحه. لا هو اختيارات مش في محلها. بس انا عايز اقول له على حاجه. انت خسرت مباراه الكاميرون والجزائر، كانت مباراه مصيريه، ما تنتقمش منه او ما تردش اعتبارك في مباراه اقصائيه، على الاقل في النهائي في مره ثانيه يا صابر. وقال المنطق مع المغرب. هو كلامي كان واضح، المنطق الواقع يقول المغرب، لكن عاطفيا ذكرت وشرحت عشان ما يتكرر. سيد عاطفيا كان يتمنى لنا الخساره، ولكن الله عز وجل سخر لنا في الربح وربحنا الكاميرون. الاسود اللي ما كانتش مروضه روضناها ورجعناها اليفه ما بقاتش متوحشه. جاب الله التيسير، وان شاء الله اللي دخل الملعب ياكل صرخه باذن الله عز وجل، يكون كما كان ياكل اكبر صرخه ويمشي في حاله. والنصر لينا ان شاء الله. الكاس ما غاديش يخرج من هذه البلاد السعيده، هذه البلاد اللي كتبغي الخير لكل شيء، وكاينين شي اطراف ما كيبغيوش الخير، وحنا خوت مع جميع الناس اللي في العالم وفي الوطن العربي وفي الوطن الاسلامي. ولكن ضروري شي افراد كيديروا شي خرجات اللي ما هماش وكيجمعوا عليهم الاعداء داخل الوطن وخارج الوطن. والسلام عليكم ورحمه الله. واللي دخل ياكل العصا. السلام عليكم.